السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني متابعين قناة صباغة زوير والديكور. فمرحبا بيا عندكم ومرحبا بكم عندي في القناة. إن شاء الله اليوم غادي نتكلموا على واحد المشكل اللي هو واحد الصباغ وقع له واحد المشكل مع مول الدار، اللي هو واحد المشكل هو تدخل ما بين طرفين، جوج الصباغة، واحد ما شدش الخدمة، واحد زاد على الاخر كما تنقولوا بحال هكا. فنخليكم مع الفيديو غادي تشوفوه، ومرحبا بكم في القناة. اللي دار الاشتراك مرحبا به، اللي ما دار شيء على خاطره. السلام عليكم ورحمة الله. الإخوان كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله بين نبارطاجي معكم واحد الموضوع اللي حضرت ليه هذا الصباح. عيط لي واحد السباغ، يعني عنده مشكل مع مول الدار. مشيت أنا بغيت نشوف غير الخدمة، حتى قال لي راه عندي مشكل مع مول الدار. علاش؟ قال لي اجي حتى لهنا وغادي تشوف. جيت لتما، شفت المهم الخدمه مزيانه، كلشي مزيان. اشنو كان عنده؟ كانت عنده العنبره قديمه ليس، يعني بغى يحيدها مول الدار. السباغ تفاهم معاه. شنو دار السباغ؟ هز ديريو، مسح داك السراج مزيان اللي الفوق اللي كاين فوق العنبره، ويحكى مزيان، وعطاها كوش ديال الفينيل بروميير كاليتي، يعني خدمه مزيانه عاديه. كان قبل منه شي سباغ بغى يشد هذيك الخدمه، ما تفاهمش مع مول الدار او لا غلى عليه او لا، الله اعلم، ما عرفتش كيفاش المشكل اللي بيناتهم. هاد السباك كما قلت لكم حك العنبره، قاد المسائل، دوز كوش ديال الفينيل، مشى في حالته. معول تاع الغد لي ويجي يبدا، معول بيدوزها بستيلا في الاخر. مول الدار تلاقى مع داك السباغ الاولاني اللي كان متفاهم معاه وما عجبش خدم الخدمه. تلاقى به هو يقول ليه امضرا. قال لي اخويا صافي، راه لقيت واحد المعلم راه يسر في ديك الخدمه. قال لي راه اليوم راه جا، راه بيض الدار كامله، حكا وبيضها. قال لي كيفاش حكا وبيضها؟ قال لي راه حك ديك العنبره، دوز لها الدوريو، من بعد حكا بالكاغيط الحراش وشطبها ودوز ليها كوش ديال فينيل، يعني بروميير كاليتي. قال لي لا، راه خاصها تحيد بلا مول كامله. مول الدار هو يتخلع. قال لي كيفاش؟ قال لي راه العنبره هذيك راه بحال الزاج، بحال الزليج، يعني راه ما يمكنش تشد فوقها شي سباغه. راه اي حاجه درتيها راه ما تطولش غادي تقلع، غادي تفرقع الحيط كامل، غادي تحيد لك هادشي. مول الدار هو يتخلع. اشنو دار مول الدار؟ دخل بالليل لديك الخدمه، شد الساروت ويبدا تيحك في الحيط ويخرج في العنبره ليمونيه، ويحبس السباغ. قال لي لا اخويا، انا ما هذه خدمه ناقصه. قال لي راه سولت وقالوا لي خاص العنبره تحيد، يتعاود الحيط من الاول. قال له ديال بين نحك الحيط راه خاصني ليمون، وليمون خاصني يعني مترو بمترو، خاصني نزيد عليك الخدمه، يعني نزيد عليك الفلوس. هذيك راه متاويه اخرى وهذه. قال لي لا ماشي مشكل. قال لي كان عليك توضح لي اشنو غدير. دابا ملي جيت انا وانا نقول ليه شوف راه هذه حتى هي راه خدمه مزيانه. قلت ليه هذيك غادي يحيد العنبره بليمون وسميتو، يكرفس الدار كامله، وربما غادي تعاود لوندويلي تحت العنبره، وتقدر حتى المرطوب كاع يدي فورما الحيط بليمون، ما كانش يعرف يحكو ليمون. وقال لي لا، انا ماشي ولد الدومين، هذا مول الدار. قال لي ولكن هذا ما يعني ما فسرش لي شنو المراحل اللي بغى يدير. الحق خدم صافي، دوز الصباغه بيضاء، تنشوف كيفاش هذا في نهار واحد غطى هذا الشيء، يعني ما يمكنش. الصباغ الاخر صافي لقيتو هز الدوزان ديالو، خرج برا. قال لي صافي اخويا، هاد الخدمه اللي غندير لك دابا راه هي اللي غيدير لك اي صباغ جبتي. انا قلتها لي، قلت لي شوف، قلت لي ملي حيد السراج هو اللي اهم، هو اللي صعيب، لا بقى ممكن ما تشدش فوق الصباغه. ولكن ملي تحيد السراج وحك العنبره وعطاها كوش ديال الصباغه ديال الفينيل بروميير كاليتي، ماشي مشكل. ديك الساعه قادها بلوندوي، ومن بعد يدير صباغه اخرى، يعني هي ستيل. السباغ الاخر في نظركم علاش قال لي هاد الهضره هادي؟ شاف راسو ما شدش دابا الخدمه. قال لي لا، ضروري خاص ليمون تحك العنبره بليمون، يعني يصعب عليه الخدمه وخلاهم في مشكل. دابا شكون اللي نقدروا نقولوا راه هو اللي منو لافوت؟ واش السباغ هذا اللي خدم الخدمه؟ ربما عنده شي حاجه مع السباغ الاخر. هذاك السباغ يقدر يقول لي راه طيح عليا الثمن مثلا،
وهذاك السباغ اللي ما خدمش الخدمه علاش اقترح مثلا لامو وبغى يعذب هذا المعلم هذا ويوقع يعني يجعلهم في مشكل. هنا اللي بغيت نقول للاخوان، تفاهمتي على شي خدمه يسر فيها الله، هو هذاك الله يسخر، ما يسرش فيها الله صافي تشوف بلاصه اخرى. واخا يجي واحد اخر دابا مثلا شدها باقل ثمن، اشنو غدير ليه؟ ما عندك ما دير ليه. وما عرفتش دابا شنو بالضبط شنو واقع بيناتهم، انا مازال ما عرفتش. المهم نتوما، انا عاودت لكم بارطاجيت معكم هذا الموضوع هذا اللي حضرت ليه اليوم. تقدروا نتوما تخليو لي الاراء ديالكم في كومونتيرات، يعني في كومونتير خليو لي اي واحد عنده شي راي ديالو يخليه لي في تعليق. السلام عليكم ورحمه الله.